السلام عليكم واهلا بكم. جيم سبورت تحييكم كما العاده كما عودناكم. اليوم راح حاضر معنا رياضي غني عن التعريف وهو عمر حمناد، الحارس السابق في المنتخب الوطني الجزائري وفريق شبيبه القبائل. يعطيكم الصحة. يعني تخدموا خدمة الله يبارك. ولكن الحمد لله يعني على فضل من الله، يعني المسيرة تاعنا الحمد لله كانت لاباس بها وشكر الله. وأنا المسيرة بدات في وين نسكن أنا، في منطقة تيجي وزو اللي تبعد عليها ب 30 كيلومتر، شباب بلدية مقلة. لعبنا تما، تربينا بتي بوس مينيم، وابري اونكادي مشيت لشبيبة القبائل حوالي 8 سنوات في فريق لي زيسبوار ولي جونيور، و8 سنوات في الفريق الاول. يعني عندي 16 سنه في الفريق شباب القبائل الحمد لله، و6 سنوات في الفريق الوطني. التحقت بالفريق الوطني من عام؟ عام 2000 نو 14 حتى ل 2000. 94 حتى 6 سنوات في الفريق الوطني، يعني متتاليه. ثلاث تصفيات كأس افريقيا متتاليه. الحمد لله، يعني فيها امور ايجابيه وشكرا لله. وهذه سنه الحياه. حاليا واش عمر حمناد واش يدير حاليا؟ واش راك دير حاليا؟ يعني درت تربصات، عندي مدرب، شهاده مدرب رئيسي، يعني كاف على مستوى في الجزائر. وكاين كاف برو، يعني مازال ما لحقنا لهاش. ولكن ودرت مدرب حراس درجه اعلى. يعني كي كان دي زيكسبير اللي كانوا يجيو لالجيري افون، درنا درجه ثانيه. لا بروميير فاك تاع لي زونسيان اونتر دي غارديان دو بوت. يعني هذا لي دو ديبلوم اللي ما استهزيتش عليهم. والحمد لله حاليا انا ندرب الفرق. راني في بجايه، راني في عاصمه، راني ممكن يكون في وهران، ممكن في تلمسان. يعني هذه يعني ما عنديش اشكال في هذه الامور هذه، والحمد لله. واخر كلام نصيحه للشباب اللي راه للشباب اللي واش تنصحه؟ لا، هي اولا نورمالمون سبور، هذا سبور، هذا فوتبول ولا السباحه ولا اي، يعني في المجال في السبور. يعني افونتو هي التربيه والاخلاق، ومليحه لا سونتي تاع الناس. ولازم نكونوا ديما واعيين بالمسؤوليه اللي رانا نديروها، ورانا نمشيو فيها. ونقول لهم يعني لازم نديروا سبورت، نحيو كاع هذه الامور، الاشياء الخطيره والاشياء الممنوعه والاشياء لا ما تديش الا الهلاك. يعني ماهيش مليحه. يعني نتبعوا سبور وديروا سبور، وان شاء الله ربي ينجحهم هذو الشباب هذو، ونتمنى لهم كل التوفيق. وكل الجزائريين ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، ويكونوا في الهناء والسرور ان شاء الله. وانتم ثاني جيم سبور، بارك الله فيكم. شكرا ان شاء الله. واش تقول الجمهور اللي يحبك ويعزك؟ الجمهور يعني بلا جمهور ماناش حنايا. بلا جمهور ما نكونوش في هذا المكان ولا في هذه الوضعيه وفي المسيره تاعنا. هذا الجمهور هو اللي عطانا، وحنايا ك دي زاكتور يعني في الميدان. الحمد لله مدينا لهم. كان وين فرحوا، كان وين ما فرحوش، ولكن الكثره راهم فرحوا. الاخر كاع هذا الجمهور هذا بهم رانا نكبروا في العزه، في الصرامه، في الاخلاق. وهذه نمدوا ان شاء الله ان بون ايماج باش الناس هذو يكونوا في المستوى. ويعطيكم الصحه. وانا بدوري نشكرك على الحوار القصير هذا. بارك الله نتمنى لك التوفيق في حياتك ان شاء الله، وشكرا بزاف. بارك الله فيك. ميرسي بوكو صاحبي.